السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. بقالي كتير ما طلعتلكوش لاني كنت الصراحة تعبانة وكان عندي ظروف، لكن ان شاء الله هكون معاكم باستمرار. النهاردة جاية لكم بوصفة جهنمية عن تجربة، وان شاء الله هتعجبكم، جميلة جدا. الوصفة دي لتطويل الشعر وتتقيله، وكمان بتخلي لو في فراغات او صلع وراثي او الشعر ما بيطولش، بتطوله في اقل من اسبوع من 3 سنتي الى 5 سنتي. طريقة جميلة جدا وسهلة، زي بالظبط الزيت الهندي، بطريقة جميلة جدا وكمان بمكونات موجودة في البيت. السر هنا في البرطمان ده. تعالوا نشوف احنا عملناه ازاي. البرطمان ده بقاله 10 ايام محطوط في الدولاب. شايفين ما شاء الله؟ شايفين لون الزيت ده؟ الزيت ده هو اللي فيه السر. شايفين ما شاء الله؟ ودلوقتي هقول لكم الوصفة دي بتعمل ايه، وكمان مكونة من ايه. ودلوقتي اول مكون، وهو اهم مكون معانا في تطويل الشعر والكثافة، وكمان بينبت الفراغات والشعر البيبي هير بيطلع على طول، هو البصل الاحمر. ليه فوائد كبيرة جدا وكتيرة جدا في انبات الشعر وتطويل الشعر وكثافته. اول حاجة هقطع الجزء اللي فوق، مفيش حاجة هرميها، هاخد القشر بتاعها كله، وده اهم حاجة. وهاخد نص البصلاية، وهقطعها كرات صغيرة بالشكل ده. هقطعها صغير جدا، ولو عايزة تضربيها في الخلاط او الكبة بيكون افضل، زي ما تحبي. واجيب برطمان وابتدي احط فيه قشر البصل، قلت لكم مش هنسيب اي حاجة. وابتدي انزل البصل اللي انا مقطعاه بالشكل ده. تاني مكون عندي هو الثوم. انا عندي توم فريش، هاخد 4 فصوص، وابتدي اقطعهم بالمنظر ده مكعبات صغيرة. واحطهم برضو في البرطمان. الوصفة دي جميلة جدا 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 للأطفال عندك وليكي. وتاني مكون لينا هو الشمر. هحط معلقة صغيرة من بذور الشمر كده تمام، وهحط معلقة صغيرة من الروزميري المجفف، معلقة صغيرة من الروزميري، وهحط 3 ورقات
من ورق اللورة بالمنظر ده. هكسره وأهم مكون لينا الحلبة، بتساعد على تطويل وكثافة الشعر. الحلبة دي كنز يا بنات، جميلة جدا جدا للشعر، وبتغذي فروة الراس كمان، ومليانة بالفيتامينات والمعادن. هحط معلقة صغيرة، وهحط الحبة السوداء، ودي من الأعشاب الجميلة جدا وحلوة جدا لتطويل وكثافة الشعر. وهحط معلقة زعتر. الزعتر غني بالبروتينيات والمعادن، وجميل جدا لإنبات الشعر. اهو ده زعتر مجفف. هحط برضو معلقة. واخر مكون لينا اللي هو القرفة الناعمة. هحط معلقة صغيرة، بتساعد على تنبيت الشعر والملء الفراغات والصلع الوراثي وتطويل الشعر. وممكن تحطي كمان بن لو عندك، او مش حابة ان انت تحطي بن، دي حاجة اختياري، بس انا هحط لكم في الوصفة دي بن زي ما قلت لحضراتكم في اول الفيديو، ان احنا عايزين نعمل الزيت الهندي اللي انتوا بتشتروه بألافات ب3-4 آلاف جنيه، ممكن كمان تتغشي فيه. هنا هاخد بن سادة اهو، ما يكونش عليه اي اضافات، بن فاتح. مش هاخد كتير، هاخد يعني معلقة صغيرة مش مليانة كده، تمام. وهحط كمان 2 حبهان. ده كنز يا بنات والله. المكونات دي جميلة جدا وحلوة جدا، وفيها فوائد عالية للشعر وإنبات الشعر، وكمان مغذية للبشرة. في منها كمان تونر للشعر وللبشرة، جميل جدا. هنعمله مع بعض. وهنحط المكون التاني او اللي هو المهم اللي على اساسه بتكون الوصفة، وهو زيت الزيتون البكر. ده زيت زيتون جميل. اهم حاجة ان هو يكون بكر عشان يتفاعل مع الاعشاب، ويكون الزيت جميل جدا وفوائده عالية. هبتدي احط كده، يعني مملاش البرطمان قوي عشان هو هيتخمر. وكمان هحط معلقة صغيرة من زيت الجرجير، وكلنا عارفين فوائد الجرجير وعصير الجرجير. جميل جدا ان انت تعملي ماسك على شعرك، تجيبي الجرجير وتغسليه كويس من طبعا المواد الكيماوية والرش، وبعد كده تضربيه في الخلاط مع ربع كوباية ماء ورد، وتبتدي تدلكي بيه شعرك. بعد كده تشطفيه، بيخلي شعرك جميل جدا ويمنع كمان التساقط. هبتدي احط معلقة صغيرة كده، تمام. وابتدي اقفل البرطمان بتاعي كويس جدا، وابتدي ان انا ارج كل المكونات بتاعتي. الخلطة دي يا بنات هتدعولي عليها، جميلة جدا 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 وحلوة جدا، وفيها فوائد للشعر
وهتخلي شعرك يطول في اقل من شهر. بامانه طول جميل جدا وطبيعي وفرد للشعر اكنك عامله الكرياتين. وده زيت بتاع الهنود اللي بيتباع بألافات بره. معاكي كنز في البيت من مكونات طبيعية موجودة عندك في البيت. وأهم حاجة عشان الوصفة دي تنجح بنحطه في كيس اسود او ابيض، اي كيس عندك، وبنربطه كويس جدا يكون ما يدخلوش اي ضوء خالص، ونحطه في ضلفة الدولاب او البوفيه عندك، او حتى ممكن تحطيه في ضلفة المطبخ من اسبوع ل10 ايام عشان يطلع معاكي النتيجة جميلة جدا. ودلوقتي يا بنات هوريكم احنا عملناه اهو. ده طبعا انا عاملاه قبل ما اصور وسبته 10 ايام. هبتدي ان انا اصفيه. هجيب اي برطمان عندي واجيب المصفى بتاعتي وابتدي ان انا اصفيه. كنز والله يا بنات، جميل جدا. لما تجربوه هتدعولي. شايفين الجمال؟ بجد جميل جدا. جربيه كل يوم الصبح وانتي بتسرحي. ممكن تاخدي يعني حاجة بسيطة كده على ايدك وتدلكي بيها فروة الراس. جميل جدا، ما بتغسلهوش ولا بتشطفيه ولا اي حاجة، وتحطيه باستمرار لمدة شهر. هتلاقي النتيجة معاكي جميلة جدا. وطبعا قبل ما يخلص الكمية اللي انتي عاملاها دي تكوني عاملة كمية تانية لمدة شهر. وبعد كده ممكن لو الشعر بيتساقط او في فراغات او خفيف ممكن تعمليه كل يوم. وبعد ما ينبت الشعر ويطلع الشعر بيبي هير بتبتدي ان انتي تعمليه كل اسبوع مرة واحدة بس. وهتدعيلي وهيخلي شعرك جميل جدا. هنعمل وصفات كمان للبشرة وللجسم جميلة جدا، وهوريكم كمان ازاي تعملي شامبو وشاور في بيتك بطريقة جميلة جدا واحلى كمان من بره ومغذي ويمنع التصاقط. ولو عايزين اي وصفة معينة اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها لكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.